سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين، هرمون السعادة. النهاردة هقولك إن شاء الله ريفيو كامل عن غسالة الأطباق LG ال14 فرد. وقت لما اشتريتها هي ما كانتش موجودة في أي معرض من معارض LG، لأن هي بتيجي بعدد قطع محدد كل فترة وبتخلص بسرعة من المخازن بتاعة LG، ودوت نتيجة كفاءة الغسالة والثقة العالية جدا في ماركة LG. حبيت اعملك الريفيو دوت علشان تتفرجي على الغسالة من بره ومن جوه، واقولك على شوية تيبس لغسيل الاطباق فيها. هنا بعد ما خلصت الدورة بتاعتها انا كنت مشغلاها على الاوتو. الحاجات بتبقى طالعة سخنة وناشفة في نفس الوقت، يعني بتبقى فيها رطوبة خفيفة جدا. على ما البخار دوت يطلع هتلاقوها نشفت وبقت تمام، يعني اللي هو تقدري ترصيها على طول. هنبص كده على الحلل اهو، بصوا الحلة من جوه بتبرق وزي الفل، مفيش فيها اي حاجة. هوريكي طبعا ازاي بقى نجهز المواعين دي علشان نرصها في غسالة الاطباق. لو ما عندكيش فكرة خالص هقولك على كل تفصيلة ان شاء الله. وهقول لكم شويه تيبس كده في موضوع الرص ان شاء الله. بس في حاجات بقى لازم اقول لكم عليها، انه ما ينفعش ابدا نغسلها في غساله الاطباق. اولها اي حاجه الومنيوم، اي حاجه الومنيوم ما ينفعش تتحط في غساله الاطباق، هتسود معاكي وعمرك ما هتعرفي ترجعيها زي ما كانت. يعني انا كان عندي مفرمه وكان المفروض ان هي كل الاجزاء بتاعتها ستانلس، فانا افتكرت ان ده ستانلس برضو فحطيته في غساله الاطباق، اسود مني يعني. وده شكلها بعد ما حطيت عليها بيكربونات ومع ليمون مع خل وقعدت ادعك فيها بسلكه يعني كتير، ممكن نص ساعه مثلا قعدت ادعك فيها عشان ترجع للونها الطبيعي ويرجع لونها فاتح تاني. ما رجعتش تاني وفضلت لونها مسود كده، بقت نظيفه وكل حاجه بس لونها فضل مسود. فاي حاجه الومنيوم ما ينفعش نغسلها في غساله الاطباق. تاني حاجه ان انت ممكن تتفاجئي بعد ما استخدمتي غسالة الأطباق ان انت هتلاقي فيه كوبايات عندك جيرت بالمنظر ده، وكوبايات تانية ما جيرتش وفضلت بتلمع وجميلة وزي ما هي مفيش اي حاجة. الفرق ما بينهم هو نوع الازاز. يعني دي مثلا الاتنين لومينارك على فكرة اهو، دي لومينارك المصري مكتوب عليها من تحت ARC، والتانية دي اللومينارك الاماراتي هتلاقي مكتوب عليها من تحت UAE، اصلها من UAE. فهو نوع الازاز بس اللي بيفرق وبيخلي ان نوع ازاز يجير معاكي ونوع ازاز ما يجيرش. فده مش عيب مسحوق ولا عيب ملح ولا الكلام الكتير اللي بيتقال على ان في انواع ازاز بتجير بالمنظر ده، فما تتخضيش، هو بس مجرد نوع الازاز. حاجة تانية، لو في اي حاجة عندك بتصدي، يعني جربتي حاجة مثلا اشتريتيها على اساس ان هي ستانلس ستيل وبعد كده ما حطيتيها في غسالة الاطباق لقيتي ظهر عليها نقط صدى كده، مع الاسف الصدى ده هينزل على باقي المواعين، يعني هتلاقي بقية المواعين نقطت كده نقط صدى اهي زي دي كده. يعني انا ما كنتش اعرف ان المصفى دي مش ستانلس ستيل اصلي، فلما غسلت المصفى دي مع ان دي كانت في رف ودي في رف تاني خالص، ظهرت نقط من الصدى على المصفى اللي انا بستخدمها بقالي سنين وبغسلها في غسالة الاطباق اهو. انا يعني بستخدمها في غسالة الاطباق بقالي 8 شهور او 9 شهور، وعمر ما ظهر فيها نقط صدى خالص، هي ستانلس ستيل اصلي، لكن عشان حطيت قطعة بس فيها جزء من الصدى لقيت على باقي المواعين ظهر نقط صدى كده. حاجة مهمة جدا بقى في موضوع الرص عايزة اقول لكم عليها قبل ما نرص كده مع بعض ان شاء الله، ان احنا بعد ما بنرص بتعملي حاجة بسيطة خالص، اللي هي بتقومي بايديكي كده مدورة المروحة بتاعتها. هتتأكدي ان المروحة بتلف ومفيش اي حاجة عاملة لها عائق ان هي تلف، سواء كانت اللي فوق او المروحة اللي تحت. ليه بقى؟ لان ساعات بنكون حاطين اجزاء في الرف اللي فوق دوت، يكون مثلا دراع كنكه او كده. هوريكي دلوقتي يعني في مرات مثلا احط دوت كده، ادي الكنكه حطيتها رصيتها كده،
هنيجي بقى نشوف. بص بقت تخبط فيها فمش هتلف كويس، وهتسمعي صوت خبط جوه غسالة الاطباق بعد ما ابتدت الدورة بتاعتها وانتي مش عارفة الصوت ده جاي منين. فطبعا دي من الحاجات الخطيرة واللي هتخلي الاطباق ما تتغسلش كويس، ويحصل مشكلة، ممكن يحصل مشكلة في الرشاشات. فبعد ما بتخلصي رص بتقومي لفة المروحة كده، تتأكدي ان هي مفيش اي حاجة بتعيق اللف بتاعها اللي فوق واللي تحت. قبل بقى ما بنحط المواعين في نرصها في غسالة الأطباق، دي صديقتك الصدوقة ما تستغنيش عنها. يعني وانتي بتشتري غسالة الأطباق لازم تجيبي الفرشة دي معاكي. مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير بعد ما بيجيبوا غسالة الأطباق بفترة، بيقولوا احنا بنشم فيها ريحة مش كويسة أو ريحة كمكمة. هي الفكرة ان المفروض قبل ما نرص الاطباق جوه الغسالة ان احنا نفضيها من اي بواقي اكل. يعني ما ينفعش نحطها كده ببواقي الاكل اللي فيها، لا احنا بنديها شطفة بالمية وبالفرشة كده في السريع بالمية برضو، بنقوم ايه غسلينها على السريع، وبعد كده نقوم حاطينها في الغسالة دوت علشان نحافظ على الفلاتر اللي موجودة في أرضية الغسالة. وكمان هنحافظ ان الغسالة دايما تكون ريحتها حلوة. لو انتي مثلا بترصي طول اليوم وبتشغليها مثلا بالليل قبل ما تنامي او بتشغليها تاني يوم الصبح، فمش هتشمي ليها ريحة وحشة، لان انتي اوريدي شايلة البواقي بتاعة الاكل من المواعين. واحنا كمان يعني انا بعد ما بمسح المواعين بسرعه كده بالفرشه، الفرشه دي نفسها بقوم حطاها مع المواعين جوه الغساله تتغسل معاهم. يعني بعد ما اشيل منها مثلا بواقي الرز كده او بواقي اي حاجه لازقه فيها تحت حنفيه الميه كده بسرعه، واقوم رصاها معاهم تنضف من اي دهون موجوده عليها او اي صلصه او اي حاجه موجوده عليها. يلا هنبتدي بقى في السريع كده نجهز المواعين علشان نحطها في غسالة الأطباق. هنشطفهم شطفة سريعة كده بالمية وبالفرشة، وهوريكم دوت بشكل عملي إن شاء الله. في حاجات زي دي مثلا مش بتبقى يعني حجمها كبير ومش بتحتاج مجهود مني في الغسيل، فانا مش بغسلها في غساله الاطباق. بس اتس اوكي لو انتوا حطيتوها في غساله الاطباق وعايزين تغسلوها فيها، لو هي مش مليانه قوي ممكن تغسلوا فيها البلاستيكات او البولات دي عادي، مفيش اي مشكله. المعالق الخشب مش المفروض برضو ان هي تتغسل في غسالة الاطباق، بس انا بغسلها فيها عادي ومش بغسلها حاجة. عندنا ادي الرف اللي فوق دوت بتاع المعالق. في غسالات طبعا بيبقى فيها باسكت للمعالق، لكن انا غسالة ال جي ما فيهاش باسكت للمعالق، هي فيها بس رف كده بنرص فيه المعالق كده والشوك السكاكين. المعالق الخشب انا بحطها عادي، وهي مش المفروض ان احنا نحطها فيها لان الخشب مع الوقت بيفلق او بيتكسر او كده، بس انا بحطها عادي. التشوب ستيكس بحطها عادي برضو. يعني انا كل الحاجات دي انا بغسلها بقالي 9 شهور، مفيش اي مشكلة خالص ظهرت فيهم ان انا حطيتها في غسالة الاطباق. هي كمية الغسيل دلوقتي هي قليلة، انا في الغالب يعني بستنى لحد ما اعبيها كلها وبعدين اشغلها. يعني مثلا من الصبح لحد بالليل او لحد تاني يوم الصبح وبعدين اشغلها. بس انا عشان اوريكم بالتجربة العملية انا برص ازاي. الكوبايات بقى طبعا هنا اولا الرف دوت بيطلع وبينزل، يعني انت لو عايزة مساحة كبيرة تحت عشان هتحطي حلل، هتحطي هنا حلة كبيرة مثلا او كده، بتقدري ترفعي الرف ده لفوق، هو كده مرفوع لفوق. طيب انا ما عنديش حاجه كبيره هحطها او هرصها في الرف التحتاني، ممكن انزل ده لتحت شويه بحيث ان هنا اقدر احط حلل صغيره برضو وما تخبطش في الرف بتاع او الدرج بتاع المعالق. بان انا بضغط على الاتنين دول كده نزلوا لتحت، عايزه اطلعها لفوق تاني بنزلهم برضو لتحت، اضغط عليهم كده واقوم رافعاها لفوق تقوم طالعه لفوق. بس هنزلها لتحت لان الحله اللي عندي النهارده حجمها مش كبير. هبتدي بقى ارص فيها المعالق الكوبايات.
السنون دي هنا اكتر علشان الكاسات بتتحرك كتير، فعشان تثبتها شويه دي علشان الكاسات. السنون دي بتتني وبتتفرد كده، تقدري تحطي فيها اطباق اهي. وادي التانية برضو. البولات نحطها هنا كده، دي اهي ممكن نرصها هنا كده او نرصها ورا. اطباق الصغيره اطباق صغيره ممكن نحطها فوق هنا. كل حاجه لازم تكون بصل تحت بحيث انها تكون متعرضه للرشاشات. ادي الرشاش، هو الرشاش هنا فيه خروم من فوق اهو، فيه خروم من تحت، علشان الحاجه تقدر تدخل جوه الكوبايات وجوه البولات وتنضفها كويس. ممكن حتى الحله دي صغيره اهي، انا هحطها في الجزء اللي فوق هنا لان انا مش عندي كوبايات كتير. نشوف بقى الرف التحتاني. برضو كل السنون اللي فيه بتتني وبتتفرد اهو. دي الفردة الاولانية. لو حاجات عريضة قوي، يعني حاجات بولات عريضة مثلا، او حاجات عرضها كبير، او لو حاجات عرضها قليل عادي، هتقومي فاتحة الجزء التاني منها. دي برضو ادي السنون بتاعتها بتتفرد كده. برضو لو حاجات عريضة، او لو مش عريضة قوي هتضيقيها شوية تفتحيها كلها كده. برضو دي نفس القصة. انا في الغالب بسيب الاتنين اللي جوه مفتوحين عشان احط فيهم الاطباق والبولات، وبتني الجزء اللي بره دوت علشان ارص فيه الحلل. ده طبق غويط شويه فاحطه في الجنب التاني لانه اعرض. طيب انا ظهر عندي حلتين كده كنت ناسيهم على البوتاجاز، فانا هحطهم معاكم دلوقتي. ادي اول حله، بصوا هي كبيره شويه اهي. لازم نحطها مقلوبه كده، لازم تتحط مقلوبه. وفي حله تانية، ادي حله تانية اهي برضو كبيره لحد ما. مش هينفع نحط اي حاجه فوق اي حاجه، لا احنا حتى لو هتبقى مسنوده عليها شويه بس لازم تبقى وشها لتحت، يعني لازم يبقى جزء كبير منها متعرض للرشاشات لتحت علشان تنضف كويس. بس هنبتدي بقى ندخل الدرج كده. هو كده دخل، مفيش اي حاجه خابطه في المروحه. اخر حاجه هعملها ان انا هتاكد ان المروحه بتلف كويس وما بتخبطش في اي حاجه. هقوم لفها كده كده تمام، ما بتخبطش في اي حاجه. وهعمل كده في المروحه اللي تحت برضو كده تمام برضو. هنيجي نتكلم بقى على المسحوق. انا من ساعه ما جبتها ودي المساحيق اللي انا بستخدمها مع الغساله بتاعتي، واعتقد ان هي تمشي مع اي غساله تانية من اي نوع تاني. طبعا دوت المهدور حقه، واللي دايما سمعته في الارض وانه مش بينظف وانه بيغير والكلام الكتير اللي عليه ده، مع انه هو فعلا جميل جدا وموفر جدا. يعني العلبه دي معايا بقالها حوالي 6 شهور ولسه فاضل تلتها، يعني هي لسه يدوب لحد هنا ما خلصتش. فهو موفر جدا جدا جدا. وبرده لودفيك، يعني ده لودفيك الباودر ودوت لودفيك الاقراص. عايزه اقول لكم ان الاقراص دي انا بقسمها نصين اصلا، يعني مش بستخدم القرص بحاله لان انا حسيت اما بستخدم القرص بحاله
بتطلع الحاجة مجيرة سنة، بتبان في الحلل الجرانيت، تبص تلاقي الأرضية بتاعتها فيها نقط بيضة كده. فبقيت استخدم نص القرص بس، وبيطلع الحاجة زي الفل ونضيفة وتمام. طيب ده اللي فيري اللي لا غبار عليه، وسعره عدى 200 جنيه دلوقتي. انا كنت بجيبه في العروض، يعني انا من ساعه ما وبكتب طبعا تاريخ الصلاحيه بتاعته قد ايه عشان ما انساش. انا كنت بجيب كميات قبل ما اجيب غسالة الاطباق، وفاكره بقى ان انا كل شهر هحتاج بقى كيس من فيري، وكيس من لودفيك، وكام علبه من لودفيك باودر. الكلام ده مش حقيقي خالص. انا من ساعه ما جبتها لحد دلوقتي ممكن اكون استخدمت، يعني بقى لها 9 شهور معايا، كيسين بس من فيري وكيس واحد من لودفيك، وادي علبه لودفيك الباودر ما كملتهاش لسه في ال9 شهور. فهي بالنسبه للمسحوق هي موفره جدا 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 في المسحوق. طيب بستخدم المسحوق ازاي، او ايه فيهم اللي بستخدمه امتى؟ بالنسبة لفيري، فيري فعلا لا يعلى عليه، وبينظف كويس جدا، وبيخلي الحاجة طالعة بتلمع، لانه هو 3 في 1، ملح وملمع المنظف نفسه اللي بينظف الاطباق والحلل. لكن اولا هو عيوبه بقى انه سعره عالي جدا، وانه بيسيب ريحة شوية على المواعين. بس انا ما لاحظتش ده قوي في غسالة ال جي، علشان غسالة ال جي عامة البرامج بتاعتها طويلة، وبتشتغل في درجة حرارة عالية جدا. هي جواها هيتر وبتسخن المية وبتشتغل في درجة حرارة عالية. فأنا لما بفتحها بلاقي يعني سنة بسيطة قوي من الريحة بتروح في ثواني، يعني مبتفضلش موجودة في الأطباق. مجرد ما البخار بيطلع منها الريحة بتروح، بس الغسالة نفسها بتفضل من جوه بتلمع وريحتها حلوة جدا. بستخدمه امتى؟ انا بستخدمه بس لما يبقى فيه مواعين زفرة، زي مثلا مواعين السمك. لو مثلا حلة كنت سالقة فيها بطة او كده، بتبقى ريحتها مهما تغسليها لو غسلتيها على ايد بتبقى ريحتها باينة شوية. فبستخدم فيري في المواعين بتاعة اليوم بتاع المحشي والبط والكلام ده، بستخدم فيري. ولو ما كانش فيه اي مواعين من دي موجودة عندي، فانا بستخدمه مرة بس في الاسبوع، لانه فعلا بيخلي الحلة بتاعة غسالة الاطباق من جوه بتلمع وجميلة. الاهم من ده كله ان هو يفضل بعيد عن اي رطوبة وموجود جوه الكيس، وتقفليه بالكيس بتاعه كده في اللوك. او لو انتي مثلا بتجيبي منظمات بتفضي فيها الاقراص بتاعت فيري، تكون محكمة الغلق، علشان ما يطلبوش اي رطوبة او ما يجيش عليه اي رطوبة. بالنسبة بقى للودفيك، لودفيك اقراص نفس القصة، لازم يكون بعيد عن اي رطوبة. انا بالنسبة لي هو والباودر الاتنين زي بعض، يعني الاتنين كفاءتهم ممتازة بالنسبة لي، وشايفة ان هو حلو جدا. ولما بستخدم الاقراص بتاعة لودفيك، انا بصوا عشان بكون قافلة الكيس كويس جدا عشان ما يطلوش اي رطوبة، بقسم القرص نصين. بس بالنسبة بقى للباودر، الباودر ده بجد يعني انا معرفش ليه الناس مطلعه عليه سمعة وحشة. اولا ريحته مقبولة، ثانيا ما بيسيبش ريحة اصلا على المواعين بعد ما بتطلع، وما بتبقاش ريحتها زفرة ولا اي حاجة. الا بقى لو قلتلك لو في اصلا مواعين سمك او مواعين بط ومحشي وكلام زي كده، ممكن يبقى فيها ريحة شوية. فعشان كده قلتلك الافضل ان انت تجيبي الفيري تستخدميه مرة في الاسبوع، او تستخدميه مع المواعين الزفرة. لكن هو غير كده بينظف كويس جدا وهايل. ممكن يجير شوية لما بنحط منه كمية كبيرة. يعني الكمية الصح اللي احنا المفروض نحطها منه قد ايه؟ قد معلقة شاي صغيرة. وما تقوليش الكمية دي قليلة، والله العظيم هو بينظف بقد معلقة الشاي الصغيرة، يعني نص الغطا بالظبط او اقل من نص الغطا كمان. اهو الكمية دي كفاية جدا جدا. بالنسبة للودفيك باودر. وزي ما قلت لك هو بقاله معايا دلوقتي 6 شهور ولسه تلته موجود. وانا ما بستخدمش دول غير مثلا يعني الفيري مرة في الاسبوع، ولودفيك انا بستخدمه برضو على فترات علشان اخلصه، لان انا لما جبتها كنت فاكرة ان انا هستخدم كميات كبيرة من المسحوق. لا، انا من ساعة ما جبتها من 9 شهور انا ما اشتريتش تاني غير الكيسين الفيري وكيسين من لودفيك، وده كان عليه عرض ال3 على امازون. جبت 3 علب ومش هلحق اخلصهم اصلا. فانتي خلي بالك كويس جدا من تاريخ الصلاحية. يعني لودفيك ده انا مش هلحق اخلصه، هو لحد دلوقتي اهو 6 شهور واول علبة موجودة عندي لسه. اهي دي الطريقة اللي انا بقسم بيها القرص. بس اي سكينة مشرشرة عندك كده
ومن الناحية التانية كده، يعني قبل ما بتوصلي للنص للدايرتين اللي في النص دول اهو بتقومي قاسمة كمان من الناحية التانية، بس تقومي عاملاها كده. هيطلع معاكي في قرصين اهو، قرصين صفر كده، ادي دوت لمرة ودوت للمرة التانية. هجيب كيس بلاستيك علشان احافظ عليه من اي رطوبة، هشيل التاني للمرة اللي بعدها، ودوت هنحطه مع بعض دلوقتي في الغسالة. بس ونقوم قافلين عليها كده. هنشغل بقى نظام الاوتو وهرجع لكم تاني بعد ما تخلص. طيب هنتكلم كده سريعا عن البرامج بتاعتها. اول برنامج هو برنامج الاوتو، المدة بتاعته هنا 2:42 دقيقة، وده اكتر برنامج انا بستخدمه هو وبرنامج الايكو. البرنامج دوت لما بتشغليه هو بيحدد درجة الاتساخ وبيشغل البرنامج المناسب للمواعين علشان تنضف كويس. تاني برنامج هو برنامج الانتنسيف. برنامج الانتنسيف مدته 4 ساعات وربع تقريبا، دوت للحاجات اللي هي بتبقى شديدة الاتساخ. لو عملتي لونج بريس عليه مكتوب هنا تحتيه الماشين كلين، هنعمل لونج بريس كده هتعمل صوت، هي كده على الماشين كلين. الماشين كلين بيبقى 1:23 دقيقة، اللي هي الدورة اللي انت بتعمليها للغسالة عشان تنضفي البادي الداخلي بتاعها. بنعملها كل شهر مرة، ودي بنجيب اي بولة عندك زي البولات اللي احنا بنقدم فيها الفروت سالاد مثلا، او بنحط فيها الرز بلبن، وبنعبيها بالخل وبنحطها في الرف الوسطاني هنا. بولة زي دي مثلا تحطي فيها خل، تمليها خل وتحطيها في الرف الوسطاني هنا، وتشغلي على الماشين كلين مرة كل شهر. وبعد كده عندنا برنامج الديليكيت. برنامج الديليكيت دوت هيكون للكاسات الازاز الرقيقه، للجرانيت، للتيفال، الحاجات اللي بتتاثر بدرجات الحراره عاليه، فدي للحاجات او برنامج للمواعين الخفيفه. بعد كده في برنامج الريفرش. برنامج الريفرش دوت يعني بيعمل غسله كده سريعه للمواعين. بعد كده في برنامج الايكو. برنامج الايكو دوت مدته 3 ساعات و11 دقيقة، هو طويل شوية لكن موفر جدا في الطاقة، موفر في الكهرباء، موفر في المية. هنلاقي تحتيه كلمة رانس، لو عملنا لونج بريس عليه هيدي الرانس اهو. الرنس مدته 18 دقيقة، وهنا مش بنحط له اي مسحوق، يعني مش بنستخدم معاه اي مسحوق او اقراص او اي حاجة. هو مجرد بس بيعمل شطفة سريعة كده للمواعين. لو انتي مثلا شايلة فيه مواعين بقالها يوم ولسه عايزة تغسليها، يعني عايزة تعملي لها الدورة بتاعتها، فبتديها شطفة قبل ما تختاري البرنامج اللي انتي هتغسليها عليه. بعد كده برنامج التربو. برنامج التربو دوت البرنامج السريع، بس هو الحاجات المتوسطة الاتساخ، يعني المواعين مش متوسخة قوي او مش مدهننة قوي، وبياخد وقت اقل، يعني المفروض ان مدته 2 ساعات. في تحتيه كلمة اكسبريس، لو عملنا لونج بريس عليها هتقلل الفترة ل56 دقيقة بالظبط، يعني قللت الوقت للنص. ما بنصحكيش خالص ببرنامج التربو او برنامج الاكسبريس، لانه بيستهلك كمية طاقة او كهرباء عالية جدا، ده غير انه بيهلك الموتور. بتعملي حمل ولود على الموتور علشان يغسل بسرعة وفي وقت قليل. بس ده برنامج، ده اللي هو الداونلود سايكل. حتى لو في برامج بتنزل على الاب بتاعها بتاع ثينك يو اللي بيبقى مرتبط بالموبايل. دي بقى العلامات اللي هي لو الملح ناقص او الزيت ناقص هتبان لك الحاجات دي، هتنور. ده مثلا بتاع الملح، دوت بتاع مساعد الشطف. الحاجات دي هتنور معاكي لو في اي حاجة منها نقصت ومحتاج ان انتي تزوديها. دي البرامج الرئيسية بتاعتها. الحاجات دي كلها بقى سنوية، يعني ممكن بتختاري البرنامج الرئيسي وتختاري معاه اي حاجة من دول. حاجة زي مثلا الديوال زون. الديوال زون ان هو بيخلي الرشاشات كلها اللي موجودة اللي هي بيبقى فيها لون اورنج دي تشتغل مع الرشاش عادي، اهي اللي هي الجزء اللي جوه ده.
وفي كمان الانرجي سيفر دوت علشان يوفر الطاقة. الهاف لود مش بيوفر معانا في الوقت على فكرة، هو بس تستخدمي الرف اللي فوق او الرف اللي تحت. مثلا هنختار الاوتو. لو احنا عايزين نعمل الهاف لود هندوس عليه كده، انت كده استخدمي الرف اللي فوق، دوسة تانية هتستخدمي كده الرف اللي تحت، وما بيأثرش في الوقت، يعني الوقت ما بيتأثرش بيه. بعد كده في خاصية الستيم. لو انت عايزة تشغلي الستيم اللي هو بيبقى بيطلع من الأجزاء اللي موجودة هنا دي، اللي لونها اورنج برضو. بعد كده بقى في الهاي تمبريتشر، دي لو حاجة يعني متسخة جدا وعايزة درجة حرارة عالية علشان تشيليها، حاجة مدهننة قوي او كده. في بقى الاكسترا دراي دوت برضو. كل الحاجات دي بصوا منوره اهي مع برنامج بس الاوتو، يعني كل دي البرامج الاساسيه. انت لو عايزه تضيفي عليها اي برنامج زياده من دول. الديلي ستارت لو انت مثلا عايزه ان هي تشتغل كمان 3 ساعات او تشتغل كمان 4 ساعات، على حسب المرات اللي هتضغطي عليها. في كل ضغطه انت بتاخري ساعه. وبعد كده ده الستارت بتاعها، بعد ما بتختاري البرامج دي كلها بتدوسي على ستارت علشان تبدأي البرنامج بتاعك. طيب هي بيكون معاها خرطومين للصرف، واحد فوق واحد بينزل من تحت كده، بيتوصل بالحنفية بتاعة المية عشان تسحب مية منه، والتاني بتاع الصرف اهو. المفروض ان انتي بتركبي هنا مع الصرف بتاع الحوض، يعني ده الصرف اهو بتاع الحوض، بتجيبي صراف كده على حرف في، على شكل حرف في. بس انا للاسف علشان جبتها بعد ما كنت اسست المطبخ، فكنت هكسر جامد في الحيطه وهبهدلها وكده، فرحت مدخله الخرطومين مع بعض في نفس مكان الصرف بتاع الحوض، وحليت المشكله دي من غير ما اجيب الصرف بتاع حرف في ولا اي حاجه. دوت الجزء بتاع الفلتر، بنفكه كده وبنغسله كل فترة. بيبقى فيه زي رواسب جوه اهو، هنغسله. ده الجزء بتاع الملح. اول ما بتيجي بنعبيه ملح وبنعبيه ميه، بنحط القمع كده، بتاخد تقريبا نص العلبه بتاعه الملح، بنعبيه بنص العلبه بتاعه الملح. وبعد ما بنخلص بنحط كمان معاه شويه ميه، يعني بنعبي ميه من في الباب بقى. دوت الجزء بتاع مساعد الشطف، انا بستخدم لودفيك برضو. يعني في ال9 شهور اللي فاتوا استخدمت حوالي 3 علب لودفيك، في كل مرة باخد تقريبا نص العلبة. بنقعد نعبي كده مساعد الشطف لحد ما يوصل هو للعلامة، وبعدين نقوم قافلينها كده. هنا طبعا دوت المكان بتاع المسحوق. دورة الغسيل الشهرية للغسالة، يا اما بنستخدم الخل، قلنا بنجيب بولة زي دي كده وبنعبيها بالخل وبنحطها في الرف الوسطاني هنا، وبنشغل البرنامج بتاع الماشين كلين. او تاني طريقة ان انا بجيب ملح الليمون وبحط منه في المكان بتاع المسحوق، باخد منه معلقة كبيرة واقوم حطها هنا في المكان بتاع المسحوق، واقوم قافلة عليه ومشغلة برضو الدورة بتاعة الماشين كلين. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو والريفيو عن غسالة أطباق LG. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها لكم إن شاء الله. ويومكم سعيد يا رب، مع السلامة.